انت عمرك اشتغلت في شركة حاسس انك مش موظف، حاسس انك مكون في وصفة؟ كل يوم حد بيقلب فيك، وحد بيزود عليك نار زيادة، وحد بيرش عليك شوية ضغط زيادة. أنا زتونة، وده بودكاست الشغل على الحامي. والحلقة دي عن أخطر مطبخ في حياتك، مش مطبخ البيت، مطبخ الإدارة، اللي يا إما يطبخ بيك إنجاز يا إما يطلعك فشل محروق يتجرعه الكل. عنوان حلقتنا: وصفة إدارية خطيرة مقاديرها الموظفين. الجزء الأول: أول يوم في المطبخ. هحكي لك على شادي. شادي ده مش طباخ، شادي موظف IT، راجل هادي دماغ وبيفهم. أول ما دخل الشركة رحبوا بيه استقبال 5 نجوم. انت اللي هتنقذ السيستم، انت المكون السحري اللي كان ناقصنا. قال لنفسه: حلو، شكلهم عارفين قيمتي. بعد أسبوع بدأ يحس إن المكان مش مكتب، ده مطبخ. كل مدير معدي يقول جملة من نوع: حط لنا التعديل ده على السريع، زود حتة التقرير دي، ينفع تطبخ لنا حاجة سريعة بكرة للعرض. مفيش بلاننج، مفيش برايورتيز، مفيش وصفة مكتوبة أصلا. في حلة كبيرة اسمها شغل، وكل واحد بيقوم يرمي اللي في إيده ويمشي. الجزء التاني: المكونات اللي محدش قاري الليبل بتاعها. تعال نبص للمطبخ ده من فوق شوية. كل موظف مكون، بس مش مكون عادي من بتوع رز وسكر وملح، لأ، ده مكون نادر، ليه طعم وليه طبيعة وليه درجة نار معينة تناسبه. في اللي محتاج توجيه بسيط وبعدها يسيبه يبدع، وفي اللي محتاج متابعة قريبة بس من غير خنقة، وفي اللي محتاج وقت عشان يتعلم، بس بعد كده يبقى عمود من أعمدة المكان. الإدارة الواعية بتفهم ده، بتقرأ الليبل بتاع كل حد، بتعرف مين ينفع يتحط فين، مين يتحط في الواجهة، مين يشتغل في الكواليس، مين يلمع الطبق، ومين يعمل المذاق. إنما المدير الفاشل يشوف الناس كلها معلبات، كله على بعضه، كله زي بعضه، شيل ده وحط ده مش فارقة. يزود الملح في حتة مش ناقصة، يحط شطة في موظف أصلا محروق، يطفي النور على حد محتاج حد يشوفه، وبعدين يستغرب ليه الطبق طلع مر، وليه الناس مش مبسوطة، وليه كل شوية حد يسيب الطبق ويمشي. الجزء الثالث: التوابل السامة في مطبخ الإدارة. تعال نعد شوية من التوابل السامة اللي بتبوظ أي مكان شغل. اجتماعات عبثية باسم التنسيق، اجتماع ساعتين عشان تقولوا نفس الكلام اللي في الإيميل، يطلع شادي من الاجتماع حاسس إنه اتقال زيادة عن اللزوم، لا قرار واضح ولا وقت نافع ولا حاجة اتقدمت، بس يترص الكلام على بعضه ويقولوا كده إحنا aligned. مدير أناني شايف الفريق سلم مش شراكة. ده بقى الطاهي اللي شايف نفسه الشيف العالمي، ياخد مجهودك ويحطه في طبق باسمه، العرض باسمه، الشكر باسمه، وأي غلطة تنزل في طبقك أنت. شعارات تحفيزية جوفاء: إحنا عيلة واحدة، بابي مفتوح، أهم حاجة الفريق، تتكرر لحد ما تفقد معناها، زي الملح لما يتحط 10 مرات، في الآخر ما بقتش تحس بطعمه، بقيت تحس بالمرارة بس. ضغط وإرهاق واستنزاف نفسي على نار هادية. مش لازم حد يخبط على دماغك عشان يتعبك، ممكن بس يبعت لك رسائل الساعة 11 بالليل ويقول لك بكرة بدري بريزنتيشن متجهزة، وممكن يرمي عليك شغل 3 أشخاص ويقول لك أنت قدها يا بطل. البشر مش قدور ضغط، بس في مطبخ الإدارة المريضة بيتعاملوا معاهم كده. الجزء الرابع: من موظف مشتعل لجثة مهنية ماشية على رجلين. شادي أول ما دخل كان بيدي بدري، يقعد يفكر، يطور، يقترح، يقعد بعد الدوام بالساعات عشان يخلص حاجة هو متحمس ليها مش عشان خايف. شوية شوية بدأ يسمع جمل من نوع: بلاش تغير كتير، خليك في اللي متعودين عليه، انت بتحب تعقد الأمور ليه؟ احنا طول عمرنا شغالين كده. فكرته الجديدة تتحط على جنب، اقتراحه يدفن في إيميل محدش بيرد عليه، مجهوده يضيع في عرض تقديمي بيتنسب لحد تاني. إيه اللي يحصل بعد كده؟ مش بيبطل شغل، بس بيبطل قلب. مش بيوقف إيميلات، بس بيوقف أفكار. مش بيغيب، بس بيغيب جوه نفسه. يبقى حاضر بجسمه وغايب بروحه. يمشي في الشركة زي جثة مهنية ماشية على رجلين، بيعمل المطلوب بس من غير ولا ذرة انتماء. المنظمة ما بتفشلش فجأة، بتفشل لما يبقى عندها جيش من الجثث المهنية اللي لابسة فورمال بس من جوه مطفية. الجزء الخامس: مش المنافسة اللي بتحرقك، ده المطبخ من جوه.
في شركات دايما تقول المنافسة بره قوية، السوق ضغط علينا، الظروف الاقتصادية صعبة. كل ده حقيقي، بس مش هو ده اللي بيطفي الناس جوه. اللي بيطفيهم مدير بيحرق الموهبة عشان ما تلمعش أكتر منه. HR شايفة الموظفين أرقام في إكسل، مش حكايات حقيقية. مجلس إدارة عايز أرقام في باوربوينت، مش بشر ثابتين في الكراسي. ثقافة بتكافئ اللي بيفضل ساكت وتدوخ اللي بيفكر. المنظمات ما بتخسرش بس بسبب اللي بره. المنظمات أكتر حاجة بتخوفها إنها تحرق راس مالها البشري بإيديها وهي مش واخدة بالها. الجزء السادس، مطبخين، واحد يشعل الطاقات وواحد يطبخ الفشل. تعال نرسم صورتين وانت شوف نفسك في أنهي واحدة. مطبخ واحد، مطبخ الإدارة الواعية. في وصفة واضحة، هدف، خطة، توزيع أدوار. كل مكون عارف بيعمل إيه وليه. العدل هنا هي النار المظبوطة، لا هي واطية فتسيب الحاجة نية ولا عالية فتحرق الناس. في تقدير بسيط، كلمة شكرا، رسالة تقدير، ترقية في وقتها، تدريب محترم. الموهبة مش بتتحرق، الموهبة بتتقدم في الطبق. الموظف يحس إنه مش رقم، يحس إنه سر الطعم. في المطبخ ده مفيش شيف نجم وباقي الناس كومبارس، في فريق واحد، لو حد اتحرق الكل يشم الريح ويتصرف. مطبخ اتنين، مطبخ الفشل المتقن. مفيش وصفة، في يلا نجرب. كل ما حد يغلط يترمي في الزبالة ويتجاب غيره. التوابل السامة شغالة، خوف، تهديد، غموض، تضارب كلام. المدير شايف الفريق موارد تتضغط وتتقلب وتتفرم، المهم الطبق يطلع قدام المجلس شكله حلو. مفيش حد مسؤول بجد، كل حاجة ظروف وسوق وفريق ما تعاونش. وفي الآخر الطبق يطلع مر، الناس تاكل غصب عنها وبعدين تبدأ تمشي، والمكان يتحول لبيئة طاردة. ولا قهوة ببلاش ولا بالونات آخر السنة هتصلح الطعم. الجزء السابع، رسالة للمدير، انت شيف ولا حراق؟ لو انت مدير وبتسمعني دلوقتي، اسأل نفسك كام سؤال بسيط بس صريح. آخر مرة شكرت حد من قلبك امتى؟ آخر مرة سألت موظف انت تعبان من ايه، مش بس خلصت الشغل، كانت امتى؟ آخر موظف مميز مشي، سألته قبل ما يمشي ليه، ولا قلت الجملة السهلة يمشي ويجي غيره؟ الإدارة مش إنك تعرف تكتب تارجتس، الإدارة إنك تعرف تسوي المكونات من غير ما تحرق حد. مش كل ضغط اسمه حزم، ومش كل قسوة اسمها إنجاز، ومش كل توبيخ اسمه تطوير. في فرق كبير بين شيف بيستغل النار عشان يطلع أحلى طعم، ومدير بيستغل السلطة عشان يغطي على فشله. الأول اسمه قائد، التاني مجرد حراق. الجزء الثامن، رسالة للموظف، مش لازم ترمي نفسك في أي حلة. أما لو أنت موظف، عايز أقولك حاجة مهمة قوي. أنت مش لتر زيت يتسخن ويتغير ويترمي، وأنت مش كيس ملح كل ما الدنيا تبوظ يقولوا زود عليه شوية، وأنت مش طاسة تيفال كل شوية يجربوا فيها نار أعلى لحد ما الطبقة اللي بتحميك تتقشر. من حقك تسأل إحنا بنعمل إيه وليه؟ إزاي بتتوزع الأدوار؟ فين حدود الضغط الطبيعي وفين الاستنزاف؟ ومن حقك ترفض تكون جزء من وصفة فاشلة، حتى لو كانوا بيحاولوا يقنعوك إنها فرصة العمر. اشتغل بضمير بس ما تسمحش لحد يطفي روحك باسم مصلحة الشغل. اتعب، بس اتعب في مكان بيطورك مش بيستهلكك. الجزء الأخير، الخلاصة، اسم الطاهي هيفضل على الطبق. قبل ما نقفل الحلقة عايز أسيبك مع جملة واحدة. الإدارة مش ورق في فايل، الإدارة مطبخ حساس. يا إما تطبخ إبداع يتذكر، يا إما تطبخ فشل يتذوقه الجميع ويتكتب اسم الطاهي عليه للأبد. لو أنت موظف، ما تبقاش مجرد مكون ساكت، افهم أنت محطوط في أنهي وصفة. ولو لقيت نفسك في حلة بتتحرق، فكر بجد، تكمل ولا تدور على مطبخ تاني يحترم طعمك. ولو أنت مدير، افتكر الناس اللي معاك مش أدوات، دول سر نجاحك. لو حرقتهم النهاردة عشان طبق شكله حلو في عرض الأسبوع الجاي، هتلاقي المطعم كله فاضي بعد شوية، وانت واقف لوحدك قدام طبق فشل كبير باسمك انت بس. أنا زتونة، وكنت بكلمك النهاردة من جوه مطبخ الإدارة. لو حاسس إن الحلقة لمستك، ابعتها لمديرك، لزميلك، أو حتى لنفسك بعد سنة. يمكن ساعتها تكون غيرت المطبخ، أو تكون انت اللي بقيت شيف واعي مش حراق.